ايد واحدة الشرطة، ايد واحدة الشرطة والشعب، ايد واحدة الشرطة والشعب، ايد واحدة الشرطة والشعب يا جماعة، ايد واحدة الشرطة والشعب، ايد واحدة. وسع وسع طيب، يلا بس ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، وسع طيب وسع، يلا يا جماعة. انا عايز اقول لك كلمه يا فندم، خلي بالك مننا، الحق هيصحى علينا، اوعى تتخلى عننا. واحدة الشرطة والشعب، ايد واحدة، ايد واحدة الشرطة والشعب، ايد واحدة الشرطة والشعب، ايد واحدة الشرطة والشعب، ايد واحدة الشرطة والشعب. بدون الشرطة مفيش بلد. الشعب ايد واحدة، الشرطة والشعب ايد واحدة. ايه الجمال دي؟ ايه الجمال دي؟ ايه الجمال دي؟ الشرطة اسكت، الشرطة والشعب ايد واحدة، الشرطة والشعب ايد واحدة، الشرطة والشعب ايد واحدة، الشرطة والشعب ايد واحدة، الشرطة والشعب ايد واحدة. ارفع صوتك زي الناس، ارفع صوتك زي الناس، الداخلية دي الاساس، الداخلية دي الاساس، ارفع صوتك زي الناس، ارفع صوتك زي الناس، الداخلية دي الاساس، الداخلية دي الاساس. يلي خايف خايف ليه؟ يلي خايف خايف ليه؟ هو فضلنا غير ايه؟ ارفع صوتك زي الناس، ارفع صوتك زي الناس، الداخلية دي الاساس، الداخلية دي الاساس. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني يا جماعه، بعد اذنكم، بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم بس نسمع سياده اللواء خالد بيه غرابه بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشاعر رياضة ومشاعر جياشة وحاجة جميلة، ومش قادر الحقيقة يعني يعجز الكلام انه يعني يذكر او يعبر عن حسيس اللي جوه. لكن برضه انا بشكركم واتمنى لكم دايما ان شاء الله، ان شاء الله هيبقى في امان، وان شاء الله الامان موجود، وطول ما احنا عندنا امل في بلدنا الجميله دي والوجوه الحلوه دي كلها، ان شاء الله هيبقى في امان. وانتم بتدونا شحن معنوي كبير قوي. الحقيقه احنا مش هنسيبكم ابدا، ومش هنتنازل ان احنا نحقق لكم كل رغباتكم في ضبط الشارع الإداري. مش هنسيبكم ومش هنتخاذل ابدا عن واجبنا واداء واجبنا، لان ده دورنا الاساسي في اقرار الامن وتعميق شعور الامن لدى المواطنين كلكم. انا لا استحق الهتاف ده، اللي بيستحقوا الحقيقه القائمين بالشغل اللي معايا كلهم بيعملوا علشان خاطر يعني يحسسوكم ان احنا منكم وانتم مننا، واحنا مش هنشتغل لوحدنا. لما ما اديتش ايدك ليا وتعاونت معايا، انا مش هقدر اشتغل بالكفاءه اللي انا عايزها. فانا بتعشم طبعا الشرطة والشعب والجيش، كلنا ايد واحدة، كلنا ايد واحدة وشعب واحد. وان شاء الله كل دعاة الهدم مش هيكون لهم مكان اطلاقا. ان شاء الله ان شاء الله.
كل دعاة الإثارة والشغب والتعدي والاعتداء مش هيكون لهم مكان بيننا أبدا. احنا مصر آمنة طول عمرها وهتفضل آمنة بإذن الله، لأنه قالها في القرآن ادخلوها بسلام آمنين. هتفضل آمنة إن شاء الله في القرآن. أنا بشكركم وبعيد الشكر ووعدكم إن احنا في مزيد دايما إن شاء الله علشان نحقق الأمن على ربوع مصر كلها، اسكندرية خاصة بإذن الله. مش هنتخاذل أبدا في الأداء واجبنا، لأن ده دورنا الأساسي وده دورنا الرئيسي. لأنك أنت حقك أنت عليا إنك تشعر بالأمان في بيتك وعلى أولادك وعلى نفسك وفي الشارع وأنت ماشي، ده حقك عليا. فأنا ما بعملش حاجة وأنا لا أستحق الشكر اللي أنتوا عاملينه ده، ولا أنا أستحق إطلاقا، لأن ده دورنا وهيفضل دورنا ومش هنتخلى عنه. نعم. هتفضل. أنا بوعد حضراتكم بوعد حضراتكم وبوعد شعب اسكندرية العظيم الجميل اللي في كل مناسبة وفي كل مكان بيثبت انه فعلا شعب اصيل. شعب اسكندرية ده حاجة ما تتوصفش. انا مش لاقي لها وصف الحقيقة في الجمال والوطنية. انا بوعدكم ان الحملات هتفضل مستمرة، وهيفضل تواجدنا في الشارع مكثف جدا، سواء داخل المدينة او خارج المدينة، على الطرق السريعة، الشوارع الجانبية، المناطق العشوائية، ايدينا هتوصل لها وهتفضل طايلاها علشان نستأصل البلطجية اللي بتسموها بلطجية ونستأصل جميع انواع الجرائم اللي ممكن ترتكب على ارض اسكندرية، المخدرات، الحبوب، كل انواع الجرائم ان شاء الله. انا وعدكم انها مش هتبقى موجودة في اسكندرية. والجهود طبعا مش جهودي انا لوحدي، ده جهود السادة القيادات في المديرية ممثلة في السيد اللواء ممدوح حسن الإدار العام، السيد اللواء فيصل الإدار مدير المباحث، وده عشان بس نديله حقه بس بيبذل من الجهد، ورجاله بيبذلوا من الجهد ما لا يطيق بشر. كمان مش عايزين يعني نبخس حق رجال المرور بيقوموا بالبرد بأعمال تطوير كبيرة، وإن شاء الله على كل المجالات، ضباط نواقص التموين، ضباط المرافق. إن شاء الله بوعدكم باسكندرية أحسن من إن شاء الله كله جاي. المواقف العشوائية، الأسواق العشوائية، الاعتداءات على أرض محطة مصر، المنشية، المعهد الديني، سعد زغلول، صفية زغلول، كل دول ان شاء الله بوعدكم ايدينا طيراها وهننزل لها وهيعود الانضباط مرة اخرى الى الاسكندرية ان شاء الله، وتعود احسن مما كانت باذن الله. انا احنا برضو بأكرر مرة اخرى مش هنتخاذل ومش هنتخلى عنكم ابدا، واحنا مش هنتخلى عن واجبنا في اقرار الامن وتعميق شعور الامن لديكم جميعا ان شاء الله. بنشكر مرة اخرى وبحييكم كلكم، بحيي كلكم، حتى اللي ما جاش كان مش قادر يجي بحييه برضه. ان شاء الله تستمر الوقفات دي، واللي عنده اي مشكلة انا مكتبي مفتوح
الصغير قبل الكبير، الفقير قبل الغني. مفيش تفرقة ابدا بين مواطن ومواطن، كلكم عندي سواسية ان شاء الله. نشكركم جميعا وكثر الف شكر، جزاكم الله.